ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا انتوا وحشتوني قوي، وانا عارفه ان انا بتاخر عليكم، فعشان كده الفتره اللي فاتت دي ابتديت ان انا ادخل على الصفحه عشان اطمن عليكم واشوفكم بتبعتوا لي ايه، واخد منكم طاقه اصلا علشان ارجع اقعد قدام الكاميرا كده واصور لكم فيديوهات مره تانية. فلقيت اسئله بتتكرر كتير قوي من بنات من سن 11 و12 سنه و13 سنه، والاسئله دي يا بنات انا كنت كلمتكم عنها في فيديوهات، بس انا حسيت كده لما رجعت اصلا للفيديوهات القديمه ان في نقط ما كانتش واضحه، ما كانتش باينه، ما اخدتش حقها في الشرح. فعشان كده قررت اعمل معاكم سلسله لتاسيس البنات الصغيره اللي هي محتاجه ان هي تعرف حاجات كتيره قوي، محتاجه ان هي تعرف ازاي تهتم بنظافتها الشخصيه، ازاي تتعامل اصلا مع اهلها، ازاي تتعامل مع اصحابها، التغيرات اللي بتحصل في جسمنا دي نتيجه ايه فوائدها، ايه اضرارها. فعشان كده قررت ان انا ابدا معاكم السلسله دي واقول لكم على حته كده خبيثه صغيره، علشان انا اصلا بنوتي بقت خلاص 9 سنين، فخلاص كلها سنتين 3 وهبدا اشرح لها الكلام ده. فبعض الاحيان كده بيبقى فيه كسوف ما بيني او ما بين اي بنوته ومامتها، بيبقى فيه نقط كده بتبقى هي خايفه اصلا تتكلم مع مامتها فيها. فحبيت ان انا اعمل السلسله دي علشانكم اولا، وعلشان بنوتي كمان، علشان لو هي مكسوفه من اي حاجه فهتكون عندها خلفيه فيما بعد ازاي تتعامل بعد كده في سن المراهقه، ازاي تقابل لما تقابل اي مشكله تقدر تحلها بمنتهى السهوله. ومن الحاجات المهمه جدا عشان ما نسيبش ولا نقطه ولا سؤال من اللي هيجي منكم، فقررت في المقدمه بتاعه الفيديو هناخد اهم اسئله بتيجي على الفيديو اللي قبله علشان نجاوب على كل الاسئله بتاعتكم يا بنات، وما يبقاش فيه اي حاجه انت ما انتش عارفاها ولا واضحه بالنسبه لك. وبس كده يا بنات، حطوا بقى لايك للفيديو ده وابعتوا الفيديو ده لكل اصحابكم واعملوا لهم شير اصلا علشان يتابعوا السلسله دي. ويلا بينا نبدا في اول نقطه في السلسله دي يا بنات. اول نقطه لازم تعرفيها ولازم تكوني مدركه اهميتها في جسمك هي العاده الشهريه. ايه هي العاده الشهريه وليه بتجيلنا وايه فوائدها اصلا؟ وفي بنات كتيره بتبقى اصلا ما عندهاش خلفيه هي ليها فوائد ولا ايه ده اللي بيحصل لي اصلا. ولما بتجيلنا فجأة واحنا ما احناش عارفين، احنا بنتصدم، احنا ما بنبقاش عارفين ايه اللي بيحصل في جسمي ولا ايه اللي بيحصل لي ده، وانا هموت خلاص. عشان كده شايفة المنظر ده قدامي. فكل الاسئلة اللي بتدور في دماغك دي اجابتها في نقطة واحدة بس: ايه هي العادة الشهرية؟ احنا كبنات جسمنا بينتج كل شهر بويضة او اكتر. البويضه دي يا بنات اللي بتكون مسؤوله اصلا بعد كده ان انت ان شاء الله لما تكبري وتتجوزي ويحصل علاقه زوجيه، من هنا بقى بيحصل تلقيح للبويضه. لما بيحصل تلقيح للبويضه بتبدا ان هي تكون جنين، وبعد 9 شهور بتبداي ان انت تجيبي طفل. ده لما تكبري. لكن واحنا صغيرين بقى البويضه دي يا بنات لما بيحصل لهاش تلقيح بيبدا العاده الشهريه تيجي كل شهر على شكل نزيف. فنقدر نلخص كل اللي احنا قلناه ده يا بنات ونقدر نقول ان العاده الشهريه هو نزيف بيجي لكل بنت فينا كل شهر. بالنسبه للبنات الصغيرين اعتقد ان انتوا فهمتوا النقطه اللي انتوا هتبنوا عليها بعد كده. طب بالنسبه بقى لو انت بنوته كبيره او حابه تعرفي الموضوع بشكل عميق اكتر، هسيب لك فيديو كده جرافيك تحت عشان تقدري انك تفهمي العمليه دي بتتم في الجسم ازاي، لو انت عايزه تدخلي في الموضوع قوي او لو عايزه تعرفي الموضوع بشكل عميق اكتر. تاني نقطه مهمه جدا لازم برضو تعرفوها وبتيجي عليها اسئله كتيره جدا: هنادي هي العاده الشهريه بتيجي من سن كام؟ بصي يا حبيبتي، العاده الشهريه بتيجي من سن 11 سنه ويمكن 10 سنين، بس دي نادره جدا لما بتيجي في سن 10 سنين. لما بيكون البنوته جسمها اكتمل وهرموناتها اكتملت بتبدا ان العاده الشهريه تيجي. بتتراوح بقى من سن 10 سنين لحد 15 سنه. اكتر سن بيجي فيه العاده الشهريه من سن 12 سنه لحد 14 سنه، اكتر نسبه بيجي فيها العاده الشهريه. وبيبقى فيه علامات مؤكده اصلا ان خلاص العاده الشهريه تيجي، ان العاده الشهريه هتجيلك بالنسبه للافرازات او الحاجات اللي انتوا بتشوفوها وما بتبقوش اصلا فاهمينها. ومن اهم الحاجات اللي عايزه اعلمها لكم يا بنات ان مش معنى ان صاحبتك جات لها العاده الشهريه على سن 11 سنه او 12 سنه يبقى المفترض ان انت عندك مشكله لو ما جاتلكيش في الوقت ده، لان كل بنوته بتختلف عن الثانيه. يعني انت جسمك يا حبيبتي لسه ما اكتملش، لسه هرموناتك ما اكتملتش، فلسه العاده الشهريه ما جاتلكيش في الوقت ده. فما ينفعش نقارن نفسنا لا باختك ولا بصاحبتك ولا باي حد من قرايبك. يعني نيجي بقى يا بنات على اهم سؤال بالنسبه للافرازات اللي بتيجي.
موضوع الافرازات ده يا بنات هي علامه مؤكده اصلا ان العاده الشهريه خلاص قربت ان هي تيجي. فموضوع الافرازات مش حاجه لا تخليكي تكوني قلقانه ولا متوتره ولا خايفه. ده طبيعي، انت جسمك بيبدا ان هو يكتمل اصلا عشان يكون مستعد للعاده الشهريه، فعشان كده بتبدا ان هي تيجي على شكل افرازات في الاول. فده مش حاجه تخوفك ولا تخليكي قلقانه، ده شيء طبيعي لازم يحصل لكل بنوته فينا. عايزه اقول لكم على حاجه كمان مهمه جدا يا بنات، بالنسبه للبنات اللي بتكره العاده الشهريه، انت بتكرهيها اصلا او مش حباها لان انت ما انتش عارفه اهميتها. انت عارفوا يا بنات ان لو العاده الشهريه دي مش موجوده انت مش هتقدري تخلفي، مش هتقدري يكون عندك بيبي لما تكبري. دي اول حاجه. تاني حاجه، لا انت ولا انا كنا هنبقى موجودين ولا الكون كله هيكون موجود، لان العاده الشهريه هي الاساس، هو اللي بيخليكي بعد كده تقدري انك تجيبي بيبي. فهمتيني يا روحي؟ تالت حاجة مهمة جدا برضو عايزة اكلمكم عنها. في البدايات لما بتيجي العادة الشهرية طبيعي جدا ان هي تيجي شهر والشهر اللي بعده ممكن ما تجيش، طبيعي ان هي تيجي شهرين وبعد كده ما تجيش، تنزل على شكل افرازات. طبيعي ان الشهر الاولاني او الشهر التاني تيجي بكمية نزيف كبير، والشهر اللي بعده تيجي بنقط بسيطة جدا. كل ده اشياء طبيعية يا بنات بتحصل لكل بنوتة فينا في بدايات العادة الشهرية. فانت لازم تكوني فاهمة ان ده طبيعي، وما تخافيش ولا تقلقي ولا توتري نفسك ولا تدخلي على الانترنت اصلا تقعدي تسألي وتعملي، لان في معلومات كتيرة غلط موجودة كمان على اليوتيوب وعلى المواقع اللي هي مش موثوق منها. فانت مش اي حاجه تقريها تصدقيها. النقطه اللي بعد كده يا بنات وهي نقطه مهمه جدا جدا، العاده الشهريه دي يا هنادي بتجيلنا كام يوم؟ هي بس العاده الشهريه ما ينفعش ان انت تقولي انا هتجيلي 4 ايام يبقى لازم هنادي تجيلها 4 ايام، لا. كل واحده فينا بتكون على حسب تقويم جسمها، على حسب هرموناتها، على حسب كميه النزيف اللي موجوده اصلا في الجسم. العاده الشهريه بتتراوح من يومين ل8 ايام، بتختلف من بنوته لبنوته. يعني انت ممكن تيجي لك العاده الشهريه 3 ايام، ممكن تيجي لاختك 5، ممكن تيجي لصاحبتك 6. فكل ده طبيعي جدا جدا. طب لو العاده الشهريه طولت او زادت عن الايام دي، في الوقت ده احنا بنقول لماما، وماما بتاخدك وتروح للدكتوره، والدكتوره بتشوف ايه المشكله اللي ممكن تكون مسببه لك نزيف اكتر من الايام دي. وفي بعض البنات اصلا يا بنات ممكن توصل معاها وتكون دي طبيعتها ل10 ايام كمان، فده ممكن تكون انتي طبيعتك كده. ففي الوقت ده اول حد بتلجئي له هي مامتك. لكن الطبيعي والظاهر ان العاده الشهريه بتكون من يومين ل8 ايام، وده طبيعي جدا يا حبيبتي. دول اهم 4 نقط كنت حابه اتكلم معاكم واقول لكم عليهم بشكل تفصيلي كده عشان تقدروا ان انتوا تفهموهم. اخر نقطه يا بنات ودي نقطه مهمه جدا، ابدا اقلق يا هنادي واقول انا عندي مشكله امتى؟ بصي، احنا قلنا ان العاده الشهريه بتيجي من سن 10 سنين وده نادر جدا لحد 15 سنه، والمتعارف عليه ان هو من سن 12 سنه لحد 14 سنه، ده اكتر وقت او اكتر سن بتيجي فيه العاده الشهريه. من بعد 15 سنه لازم تقولي لمامتك، لازم مامتك في الوقت ده تاخد قرار ان هي توديك الدكتوره، لان ممكن يكون عندك مشكله منع ان العاده الشهريه تجيلك. لما بتروحي للدكتوره بتقدر ان هي تحلها لك. وبرده لازم تلجئي لماما في الوقت ده. من بعد 15 سنه يبقى لازم تروحي تعملي اشعه وتكشفي وتطمني على نفسك وتشوفي عندك مشكله ولا لا. ودي حالات نادره جدا جدا اللي بتوصل لسن 15 سنه اصلا وما بتجيلهمش العاده الشهريه. فلو انت عديتي السن ده ممكن تخلي مامتك تاخدك لدكتورة نسا وتروح تكشف عليكي او تعمل لك كشف شامل علشان تعرف ايه المشكله. وبس كده يا بنات، كده خلصنا اهم نقط اصلا كنت حابه اتكلم معاكم فيها. ايه هي العاده الشهريه، ازاي بتيجي، ايه اللي بيحصل. وطبعا هسيب لكم الفيديو لو انتوا حابين تعرفوا بشكل علمي اكتر او بشكل عميق اكتر، هسيب لكم فيديو في الوصف تحت ممكن تقدري ان انت تشوفيه وتفهمي العمليه دي بتتم ازاي. استنوا بقى الحلقه اللي جايه ان شاء الله، لان هنتكلم فيها عن ازاي تستعدي اصلا للعاده الشهريه، ما قبل العاده الشهريه. فالفيديو ده من الفيديوهات المهمه جدا يا بنات اللي لازم تشوفوه، فان شاء الله هينزل بعد الحلقه دي على طول. وقولوا لي رايكم ايه، ولو عندك اي سؤال طبعا انزلي اكتبيه تحت في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم بنفسي في الفيديو اللي جاي.
واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. يلا باي.